يا سلام على مردومة اللحم في القدرة تاع الفخار، بنة ما تتوصفش والريحة لوحدها تشهي. اليوم راح نطيب معكم وصفة تاع لحم في القدرة تاع الفخار اللي يعطينا مذاق شباب ومختلف للحم تاعنا، والمردومة تاعنا راح تجينا كيما المردومة تاع المحلات. تبعوا معايا جميع الخطوات بالتفصيل باه تنجح لكم من أول مرة. كي نطيبوا اللحم تاعنا في هذا القدرة راح يجينا يشهي ويذوب ذوبان وفي نفس الوقت محمر من الفوق. شوفوا كيفاش اللحم تاعي جا طايب زبده كما راكم تشوفوا، جاي يتفتت ومن فوق جانا محمر ويشهي. نصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبداو في الوصفه تاعنا على بركه الله. هنا عندي اللحم تاعي، تقدروا ديروا اللحم الغنمي ولا اللحم البقري، وتقدروا ديروا الكميه اللي كانت متوفره عندكم. اما بالنسبه للماريناد ولا للتتبيله راح نديروا فيها فنجان تاع ماء ونضيفوا له الملح مع نصف مغرف فلفل احمر ونص مغرف صغيره تابل اللحم، سكنجبير ولا الزنجبيل والقرفه والفلفل الكحل اكيد ما ننساوش. نضيفوا لهم مغرف تاع خل باش اللحم تاعنا يجينا طري، ونص مغرفه صغيره موطارد. تقدروا تعوضوها بالحسل باش تعطينا تحميره للحم تاعنا. نخلط كامل هذه المكونات مع بعض. الزيت ما رانيش راح ندير لانه اللحم تاعي مشحم، بالاضافه انه راني راح ندير من بعد السمن في القدره تاعي باش اللحم ما يلصقليش. نخلط كامل المكونات اللي عندي، بعدها نجيب القطع تاع اللحم ونديرهم في هذا التتبيله. هنا بعد ما ندير اللحم تاعي كامل في التتبيله نخليه حوالي ساعتين حتى 3، واذا كان متوفر عندك الوقت خليه اكثر حتى يتشرب كامل هذوك المكونات والتوابل باش هذا نطيبه. قد ما تخلي اللحم تاعك يطول في هذه التوابل قد ما راح يتشرب ويجيك بنين. نغطيه ببابي فيلم ونخليه على جهه كما قلت لكم على الاقل ساعتين. بعد ما فاتوا ساعتين نجيبوا القدره تاعي. الاكيد هذه القدره متوفره في كل بيت جزائري، مكاش بيت اللي ما عندهمش هذه القدره. نجيب كما قلت لكم كميه تاع السمن نطلي بها كامل القدره تاعي قبل ما ندير باقي المكونات باه ما يلصقوليش. هنا ما تخافوش انه القدره تاعكم تطرد لكم، انا راني مطيبه فيها اكثر من 10 مرات وما صرا لها حتى حاجه. نجيب البصل تاعي اللي كنت قطعته شرائح نديره هو الاول. اللحم تاعنا راح يطيب في هذا الماء تاع البصل والماء تاع الطماطم اللي كذلك كنت قطعتها دوائر. احنا ما رانا رايحين نضيفوا حتى قطره ماء للحم ما عدا الماء اللي درناه في التتبيله تاعنا. بعد ما حطينا البصل وحطينا الطماطم نجيبوا كذلك القطع تاع اللحم تاعنا نحطوهم، وهذيك التتبيله ولا الماريناد اللي بقات لنا نضيفوها فوق اللحم وفوق الخضره تاعنا. دروك نزوم نبلعو القدره تاعنا. عندي ورق الطهي اللي كنت شمخته باش يساعدني باش نحطه فوق القدره، نحط عليه ورق الالومنيوم باش ما يخرجش البخار من القدره تاعنا واللحم يطيب لنا في هذاك البخار. ندخلها للفرن اللي كنت شعلته من قبل، نديرها في الرف التحتاني كامل والنار تكون منقصه لاقل درجه. نخلوها تطيب اقل مده تاع طهي هي 3 سوايع، هي على حسب اللحم تاعك، ممكن تدي لك حتى 4 سوايع طياب. المهم ماشي اقل من 3 سوايع. وهذا الشكل تاعها بعد ما طابت لنا كما راكم تشوفوا. اللحم تاعنا الشكل تاعو يشهي وفيها لاصوص كما شفتوا تاع البصل وتاع الطماطم. اذا مازال ما جربتوش اللحم تاعكم بهذه الطريقه في القدره تاع الفخار جربوه وما راكمش رايحين تندموا. يجي يشهي ويجي يذوب ذوبان، والاهم من هذا انه ما يكونش ناشف. كدلكم انه كل ما تاكلوا قطعه تاع اللحم رايحين تستمتعوا بالبنه. اللحم بعد ما تطيبوه بهذه الطريقه راح يرجع لكم ادمان وراكم رايحين كل مره تعاودوا هذا الوصفه. هذه لاصوص اللي تبقات لنا من تحت تاع البصل والطماطم تقدروا ترافقوها مع اللحم تاعكم اذا ما بغيتوش اللحم تاكلوه ناشف. هنا نقسم معكم شويه باش تشوفوا اللحم تاعنا كي خرج، قلت لكم يجي يذوب ذوبان والبنه تاعو ولا اروع. اذا حبيتوا هذا النوع من الوصفات ادعمونا الفيديو بلايك، ومرحبا بالجميع في القناه. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نلتقي في وصفة أخرى وفيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.